شكرا لك زميلي عبد الله، جانبي كابتن تيسير الجاسم، ايضا احد الاسماء اللي قدمت اليوم مستوى رائع وجواله موقف ما شاء الله من هالتبريكات. كابتن الف مبروك الفوز اليوم. الاستراتيجيه اللي وضعها الهلالي بالتاكيد هي بحث عن الفوز، لكن برضه لو حصل التعادل كان امر ايجابي، لكن يتحصل الفوز اعتقد انه يريحكم كثيرا في مباراه جده. وش الحمد لله رب العالمين على الفوز. طبعا هذه مباراة شوط واحد، باقي شوط ثاني انت تلعب مع فريق كبير وعملاق بصراحة ومتمرس على المباريات هذه، يعني 1-0. أنا أعتبر أن احنا ما لعبنا مباراة، لسه باقي عندنا مباراة في جدة. كل شيء جايز، الهلال يعني فريق كبير ويقدر يعوض يعني في جدة. لازم احنا نكون حذرين ونكون يعني مركزين، لأن هذه مباراة يعني وانتهت، يعني هي يعتبر شوط، والشوط الثاني إن شاء الله في جدة. كابتن بالتاكيد انت تحترم الخصم باسم الخصم، لكن اليوم عطاء فنيا كنتوا تسيطرون على المباراه طوال المباراه، تحكمتوا في المباراه كابتن في رتمها، في طريقه هجومكم على الهلال. والله الفريق كان يعني مركز صراحة من بداية الشوط الأول، يعني كان يعني نحاول نمسك كرة خصوصا في نص الملعب. الهلال معروف في قوته في نص الملعب. أعتقد يعني جرينا الهلال في الشوط الأول والشوط الثاني، ممكن يعني لعبنا متقفلين ولعبنا أكثر تكتيكيين في بناء الهجمة المرتدة. أعتقد يعني الحمد لله هدفنا جاء من كرة مرتدة. الشيء المهم أن نتحقق الفوز، وباقي عاد مباراة إن شاء الله. لن أوصيك على الجماهير لأن الجماهير اللي تعرف كيف تعمل، لكن توقعك للإياب حتكون مطمئنة للجمهور بحيث أنهم يحضرون مطمئنين؟ ابدا مستحيل انهم يحضرون مطمئنين، لانك تلعب زي ما قلت لك مع فريق كبير وانت فايز 1-0، ما انت فايز 5-0، ويعني 1-0 بامكانه يعوض في اي وقت. يعني صعب، المباراه صعبه جدا، ممكن الان تصعبت اكثر من اول. وجمهورنا يعني ما يحتاج دعوه، اكيد حيكون معبي الملعب. كابتن، ما يضع على عاتقكم كلاعبي الاهلي الحمل الكبير انه هذا الموسم بالتاكيد لا ننسى بطوله الامير فيصل بن فهد، لكنها على مستوى الاولمبي، على مستوى الاول ان تخسر دوري وتخسر كاس ولي العهد، هو اللي وخاصه انك حامل لقب يعطيكم على عاتقكم شيء كبير، ترضون هالجماهير اللي حضرت الموسم بشكل استثنائي. نعم طبعا، شوف كرة القدم يعني مهما كان يعني ما فيها انك قدمت مستوى، يعني هي كذا. يعني العام الماضي ما قدمنا اي مستوى، خسرنا 11 مباراة في الدوري، لكن وفي كاس الملك يعني مش ذاك المستوى اللي قدمناه، لكن الله وفقنا ووصلنا الى النهائي وكسبنا النهائي. الموسم هذا العكس، الفريق أدى أداء جدا ممتاز، الآن خرج من الدوري وخرج من ولي العهد، لكن ما يعني مستحيل يعني أن الجمهور أو أحد أنه ينكر الأهلي وقدم مستوى جيد الموسم هذا. صحيح أنه ما تحققت بطولة إلى الآن، هذا أهم شيء. كان كويس اليوم. لا كان ممتاز صراحة، يعني كان تركيزه عالي. خوفكم لما طاح؟ والله استغربنا، احنا فكرنا حد ضربه يعني، فقالوا الحالة طاح. كابتن تيسير الجاسم يقدم ايضا موسم استثنائي هذا الموسم، لا اريد ان استبق الاحداث، لسه باقي مباريات في الموسم على الصعيد الاسيوي وحتى على الصعيد ما تبقى من كاس الملك، لكن بالنهايه انت حاس باللي حاسين فيه الجماهير، موسم يختلف عن الموسم السابق، خلينا نكون واقعيين، صح تيسير؟ طبعا على المستوى الاهلي كامل، يعني الاهلي كامل. اتكلم شخصيا اول شيء. انا شخصيا ممكن يعني كنت يعني من الموسم هذا، لان الفريق ساعدني، يعني الفريق كان جدا عناصر ممتازه تساعد يعني اي لاعب على البروز. فانا بيني وبينك انا استغليت الوضع هذا، ان يعني بصراحه وجود لاعبين كبار خصوصا الاجانب، انا استغليت هذا الشيء انه يعني الحمد لله ريحونا يعني في امور كثيره، فالواحد يعني كان مطمئن يلعب باكثر طمانينه. يعني والاجواء اللي كانت محيطه بالنادي الموسم هذا كانت يعني جيده، لكن كل هذا ما يعني كل هذا يعني ما له فائده، ما له فائده من غير تتويج يعني ببطوله، خصوصا والله الموسم هذا فريق قدم جد يعني مستوى جدا ممتاز، يعني نتمنى ان شاء الله تكون في بطوله باذن الله. من اللي دك اشغلنا ارقام ارقام معجبين ها. يعطيك العافيه، تستاهل.